على فكرة العالم ده غريب قوي، والله العظيم غريب. تحس ان في ناس ماشية بالريموت كنترول وناس تانية صوابعها وجعاها من كتر الدوس على الزراير. انت بقى يا صاحبي يا اللي بتتفرج عليا، انت الزرار ولا اللي بيدوس؟ بص يا سيدي، هنتكلم النهاردة عن كتاب، ايوه كتاب قواعد السيطرة او السطوة لروبرت جرين. الكتاب فيه سم قاتل، يعني اللي هيجربوا في بيتهم مع الحاج والحاجة وزعلهم انا ماليش دعوة. احنا هنا بنفهم الدنيا ماشية ازاي عشان ما نتغفلش. قشطة، يلا بينا. مين عمو روبرت ده؟ بص يا معلم، روبرت جرين ده كان رايق قوي، ما هو اشتغل كاتب سيناريو فترة في هوليوود وشاف العجب، شاف ناس بتذبح بعض بالشياكة، قعد سنين يلم حكايات الناس الحريفة في التاريخ، ملوك، رؤساء، فنانين، وحرامية كمان، ويطلع من ورا كل حكاية قاعدة كده تفهمك ازاي الناس دي عرفت تمسك اللعبة وتسيطر. واحنا مش هنا هنقول كل القواعد، يا دوب حاجة بسيطة. الكتاب بيقولك ان الدنيا دي غاب، يا تاكل يا تتاك، واحنا جايين نعلمك اتيكيت الاكل عشان ما تزورش. القاعدة رقم 1، اياك تطلع اشطر من رئيسك. بص بقى يا سيدي، دي اهم قاعدة لو عايز تكمل الشهر وتقبض المرتب. يعني لو مديرك لابس بدلة حمراء، اياك تلبسها انت كمان، خليه هو اللي بيشع نور وانت خليك اللمبه الاربعة واط اللي جنبه. لو مديرك جاب جون اوف سايد، قول يا ابوي على الروعه يا فنان، ما تقولش دي اوف سايد عشان ما يبقاش مستقبلك تسلل. القاعده رقم 3، العاب على المغمض يا حبيبي. عمرك شفت ساحر بيقول للناس هو بيخبي الارنب فين؟ اكيد لا. السطوه محتاجه غموض، لو الكل عرف انت ناوي على ايه الكل هيحط لك العقده في المنشار. ما تخليش حد يعرف انت بتطبخ ايه في دماغك، خليهم فاكرين انك بتعمل محشي وانت في الحقيقه بتخطط لنصيبه سود. اللي بيكشف ورقه بدري بيخسر الكوتشينه بدري، صح؟ القاعده الرابعه، الزم الصمت تلاقي الهيب. لو واحد بيكلمك وفجاه سكت شويه وقصت، اكيد بتبلع. الكلام الكتير بيبين العيوب والصمت بيبين الهيبه يا فندم. الكلام الكتير بيودي في ده، كل ما تتكلم اقل كل ما تبان اذكى، والناس تدور في كلامك على معاني عميقة، وهو انت ما قلتش غير صباح الخير. الغموض هنا سيد الموقف يا باشا. لسانك حصان، ان صنته صارم وان خنته بدلك، يعني كلمتين ورد غطاء. وما تنساش النضارة السوداء عشان تبقى عامة. القاعدة السادسة، اعمل اي حاجة عشان تبان. بص يا بابا، الدنيا مسرح كبير واللي بيقعد في الكواليس محدش بيحس بيه. عمك روبرت بيقول لك الاختفاء وحش، لازم تلمع، لازم تبرق، لازم تعمل فولت عالي يخلي الكل يلف وش ناحيتك. لو لقيت الدنيا هاديه حواليك اعمل رمز جلال. المهم محدش ينساك، خليك زي الفلفل الشطه في الاكل، الكل بيشتكي منه بس ما يعرفوش ياكلوا من غيره. القاعده ال15، طبق وش اللي يضايق. هنا روبرت جرين بيغلب شرير في فيلم قديم، بيقول لك لو عندك حد معاك من حياتك ما تضربوش نص ضربه، كسر عظمه يا معلم. الرحمه في الصراع ضعف، لو في واحد في الشغل عايز يسحب السجاده من تحتك انت اسحب السجاده والمكتب والكرسي واطرده بره الاوضه خالص، ما تدوليش فرصه يقوم تاني. الكتاب ده بيخليك تحس انك المعلم بتاع المنطقه، بس في نفس الوقت ممكن يخلي الناس تبص لك على انك مجنون او بتلعب على الحبلين. يعني هو سكينه بحدين، ممكن تقطع بيه اللحمه وممكن تقطع بيها صوابعك. فهو بيقول لك ازاي الناس بتشتغل، مش بيقول لك ازاي تبقى انسان كويس. يعني لو قلبك ابيض قوي ممكن تخليها ابيض على رماد عشان ما يتكرمش من الوجع. بس بيني وبينكم لو كلنا طبقنا لل 48 قاعده الحياه هتبقى فيلم تركي طويل وممل. وانا من رايي ان السطوه الحقيقيه انك تملك نفسك مش تملك رياب الناس. الكتاب ده عشان تفهم الاشرار بيفكروا ازاي وتعرف تحمي نفسك. لو عجبكم الملخص ده قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر قاعده عجبتكم، وما تنساش اللايك المتين والشير. لو عجبك الكلام عرفني في الكومنتات اوام، ولا زر اللايك دوس يا سلام. شير لايك شير لايك. ما هو لفت الانتباه ده قاعده بركه. يلا يا سلام، سلام يا هوانم، سلام يا بشوات.